بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في بيت الله الحرام، الكعبة، بيت الله العتيق، أول بيت وضع للناس كما قال الله: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمين يا رب العالمين. بيت الله الحرام، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه: يا رسول الله، ما هو أول بيت لله وضع على الأرض؟ قال: بيت الله الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. إيه أول مسجد على الأرض أو أول بيت على الأرض؟ قال: بيت الله الحرام. يعني ده أول مسجد لله سبحانه وتعالى على الأرض. أول، يعني كما قال الملك سبحانه وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته وزارني في بيتي ألا حق على المزور أن يكرم الزائر. يا رب اكرمنا اللهم آمين يا رب العالمين. فبيوت المساجد اللي موجودة على الأرض هي بيوت الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقولوا له: إيه أول بيت لله على الأرض؟ قال: بيت الله الحرام. قالوا له: طيب يا رسول الله، ثم أي؟ رقم 2. قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ يعني المسافة في البناء قد إيه بين هذا وذاك؟ قال: 40 سنة. سبحان الله العظيم. بيت الله الحرام يقال أن أول من بناه الملائكة. الملائكة أول من بنى بيت الله الحرام. سبحان الله العظيم. ويقال أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا آدم أن يبني بيت بحيال البيت المعمور. قال له: ابن بيت بحيال عرشي. في رواية: وطب به كما يطوف الناس ببيت الله المعمور في السماء السبعة، عنده حنقبل تبتك فبنى بيت الله الحرام. دي رواية. سبحان الله العظيم. لما بنى سيدنا آدم بيت الله الحرام في طوفان نوح انجرى في البيت، اتردم البيت. سبحان الله العظيم. فلما جه سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى إنه يبني البيت كما قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا بيقول: وإذ يرفع القواعد، يعني معنى كده إن كان في قواعد. أيوة، ما احنا اتفقنا إن أول من بنى هذا البيت الملائكة، وبعد كده بنى سيدنا آدم، وجاء طوفان نوح عليه السلام ردم البيت. فربنا سبحانه وتعالى لما جه سيدنا الخليل عرفه مكان البيت. سبحان الله العظيم. كما قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله العظيم. لما اشتد عود سيدنا إسماعيل عليه السلام، ربنا أمره إن هو يبني البيت. جت تعليمات من الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم ابن بيت الله الحرام. فبنى البيت. فلما بنى البيت قال له: يا إبراهيم اقف ونادي وقول: أيها الناس إن الله بنى بيتا فتعالوا فحجوا. سبحان الله العظيم. فقال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. يقال إن كل اللي حج واللي هيحج إلى أن تقوم الساعة سمع نداء الخليل عليه السلام، لأن صوت الخليل عليه السلام ربنا وصله لعالم الذر. سبحان الله العظيم. ما هو قال له: يا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا يعني ماشيين على رجليهم، أو رجالا يعني ثابتين على العهد. كل من ثبت على العهد رجل أو امرأة يقال له رجل. سبحان الله العظيم. ما هي الرجولة مش كل ذكر رجل. سبحان الله العظيم. الرجولة لها مواصفات خاصة. سبحان الله العظيم. ربنا بيقول: يأتوك رجالا، لأن كانت في واحدة مفكرة إن ما ينفعش يحج غير الرجال. بنص الآية ديت بتقول ربنا بيقول: يأتوك رجالا يا حج، يعني ثابتين على العهد. كلمة رجل في الدين يعني ثابت على العهد، سواء كان رجل أو امرأة أو ماشي على رجله. سبحان الله العظيم. ربنا قال له: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
على كل ضامر يعني على كل ركوبة في ناس هتيجي علشان خاطر تحج بيت الله الحرام. بيت الله الحرام ليه أسماء متعددة. بيت الله الحرام اسمه بيت الله الحرام، واسمه الكعبة، واسمه بيت الله العتيق، واسمه البيت سبحان الله العظيم، واسمه المسجد الحرام. في أسماء كتير لبيت الله الحرام. يقال الكعبة سمي الكعبة لعلو شأنها، وقالوا كل مكان مربع الشكل يقال له كعبة. يبقى كلمة كعبة سمي بيت الله الحرام الكعبة زي ما ورد، قالوا إن كل مكان مربع الشكل يقال له كعبة، وسميت الكعبة لعلو شأنها لعلو مكانها سبحان الله العظيم عند الله وعند الناس سبحان الله العظيم. ويقال إن فلان لما إنسان لما يبقى له سلطان بمال أو بمنصب يقال عنه كعبه عالي سبحان الله العظيم. فعلو الشأن يقال له كعب أو كعبة. وقالوا أن كل مفصل في جسد الإنسان يقال له كعب، حتى احنا بنقول على المفصل اللي هو تحت في القدم بنقول عليه كعبي سبحان الله العظيم. وقالوا على صدر المرأة كعبها سبحان الله العظيم. وقالوا سبحان الله ويقال كعب الشيك. دلوقتي احنا لما بنطلع شيك من علشان خاطر نصرفه بيبقى فيه ورقه صغيره كده بنحط فيها البيانات بتاعه الشيك، يقول لك ده كعب الشيك او كعب الفاتوره. يجي لك بتاع الكهرباء احنا عايزين حساب الكهرباء، يقول له والله انا معيش النهارده، يقول له طب خد الكعب اهو وابقى ايه وابقى هات لي الفلوس هنجي لك بكره او بعده وابقى هات لي الفلوس. فكلمه كعب او كعبه كل شيء مهم بنقول عليه كعب او كعبه. خلي بالك سبحان الله العظيم. بيت الله الحرام زي ما اتفقنا ده أول مسجد وضع على الأرض سبحان الله العظيم. ربنا قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يقال إن أول من بنى البيت سبحان الله العظيم الملائكة سبحان الله العظيم. وبعد كده سيدنا آدم ربنا قال له عشان نقبل توبتك زي ما ورد ابن بيت وطوب بيه زي الملائكة ما بتطوب بالبيت المعمور وادعيني عنده واستغفرنا هنغفر لك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. عشان كده سمي ايه بيت الله العتيق، يعني الذي يعتق المذنبين من النار. يا رب اعتقنا من النار اللهم امين يا رب العالمين. فربنا سيدنا ادم عليه السلام البيت او بيت الله الحرام. فلما جاء طوفان نوح لغى معالم البيت سبحان الله العظيم. فلما جه سيدنا الخليل عليه السلام ربنا امر هو وابنه اسماعيل بانهم يرفعوا القواعد. هو ربنا بيقول اهو واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. ده معنى كده ان كان في قواعد، لان في حد جاب له بناه جاب له سيدنا ادم وجاب له سيدنا ادم الملائكه، وامر سيدنا الخليل بان يرفع القواعد من البيت واسماعيل كما قال الله واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فسيدنا إبراهيم بنى البيت وربنا قال له يا إبراهيم وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ربنا قال كده سبحان الله العظيم. فلما أمر بالأذان قال له يا رب وما يبلغ صوته، ده أنا في صحراء أنا هنقول يا ناس تعالوا حجوا بيت الله، مين اللي هيسمعني؟ قال له يا إبراهيم عليك الأذان وعلي البلاغ. يقال أن صوت سيدنا الخليل عليه السلام ربنا وصله لعالم الذر، يعني كل اللي حج واللي هيحج إلى أن تقوم الساعة سمع الخليل عليه السلام وهو بيقول أيها الناس إن الله بنى بيتا فتعالوا فحجوا سبحان الله العظيم. بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام كان حصل سيل قبل بعثة سيدنا عليه الصلاة والسلام، فالسيل عمل تهدم في بيت الله الحرام. فأهل مكة قالوا إن إحنا عايزين نعيد بناء البيت سبحان الله العظيم. طيب يا جماعة ده بيت ربنا ما ينفعش نقرب منه، لو قربنا منه ممكن نموت. فجه الوليد بن المغيرة والد سيدنا خالد بن الوليد رضوان الله عليه سيف الله المسلول وقال لهم أنا هنبدأ هاتولي معول فاس يعني، وبدأ
يضرب وارجع جانب واثنين وثلاثه، سبحان الله العظيم. اتفضلوا. لما رجع جانب واثنين وثلاثه قالوا له ايه كفايه؟ قالوا له كفايه. ليه؟ قالوا له لا احنا نستنى كده ايه بكره، لو لقيناك كويس نجي نكمله، لقيناك حصل لك حاجه نسيب المكان زي ما هو. سبحان الله. يقال ان هو وقبل هو ما يمسك الفتوى ويحاول يهد المتهدم من بيت الله الحرام، رفع وشه كده للسماء وقال ربي لا تراع. انا قالت الكلام ده، قال ربي يعني يا رب ما تخافش، انا مش هنعمل حاجه غلط، انا هنعيد بناء بيتك. سبحان الله العظيم. وهد قلبين ثلاثه وقالوا له لا نستنى بقى لبكره، حصل لك حاجه ما نكملش، ما حصلكش حاجه نبقى نيجي نكمل. جيت ثاني يوم لقوا الوليد بن المغيره كويس، فالكل طبعا ساعد وهدوا المباني اللي كانت متهدمه من بيت الله الحرام، وقالوا عايزين نلم فلوس بقى علشان خاطر ايه نعيد بناء. فقالوا الفلوس اللي احنا هنلموها من بعض عشان نبنوا هذا البيت تكون فلوس حلال، ما يكونش مال من ربا، ما يكونش قرش من ربا ولا قرش من بغي، عايزين قرش نضيف. يا الله، تخيلوا دي ناس كان لسه ما فيش اسلام، كان لسه سيدنا ما بعث، الكلام ده كان قبل سيدنا ما يقول ان هو نبي ب5 سنين. قالوا ان احنا عايزين قرش حلال نبني بيه بيت الله. سبحان الله العظيم. فالفلوس اللي لموها ما تكفيش المباني كلها، ما تكفيش المساحه كلها، فقالوا نبنوا على قد ايه؟ خلي بالك، الفلوس اللي لموها اهل مكه ما تبنيش المساحه كلها، قالوا نبني على قد الفلوس اللي معانا، اللي هي المساحه الموجوده حاليا دي، اللي هي بيت الله الحرام الموجود حاليا دي، بنفس المساحه اللي بنى بها اهل مكه قبل البعث. قالوا نبني على قد ايه؟ بنوا البيت، قالوا طيب عايزين نحط الحجر الاسود مكانه. الحجر الاسود كان محطوط في الكعبه، سبحان الله العظيم، عايزين نحطوه مكانه. كل واحد من القبائل يقول، ده يقول انا ليا الشرف، وده يقول انا ليا الشرف، وده يقول انا احسن مني. حصلت خناقه بين الناس اللي بتبني. كان فيهم واحد عارف قال لهم يا جماعه نهدوا كده ونشوفهم، اول واحد يدخل علينا نحكموه وين نعملوا ايه؟ مين فينا ينقل الحجر يحطه مكانه؟ قالوا خلاص موافقين، اول واحد يدخل علينا نحكموه بيننا. فسبحان الله العظيم ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، اول من دخل عليهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فقالوا رضينا بالامين حكما. قال لهم انتم مختلفين عليه يا جماعه؟ قالوا احنا عايزين ننقل الحجر نحطه مكانه في الكعبه. كل واحد بيقول انا ليا الشرف. قال لهم يا جماعه الامر بسيط، هاتوا لي عبايه. فجابوا له عبايه عليه الصلاه والسلام، فشال بايده الحجر حطه في قلب العبايه دي، وقال لهم كل قبيله من القبائل تشيل طرف من هذا الرداء. فالكل شاله وحطوه مكانه، فالكل حطوا مكانه. سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله العظيم بنور من الله سبحانه وتعالى لسيدنا عشان ما يحصلش نزاع. طيب يا جماعه احنا دلوقتي في مساحه ما انبنتش في بيت الله الحرام لان الفلوس ما كفتش. قالوا المساحه اللي ما انبنتش ده هي نجيبوا المقام او الطوبه اللي كان بيقف عليها سيدنا ابراهيم وهو بيبني الكعبه ونحطها على اخره. يعني زي ما بيقولوا علامه كده تقول ان المكان اللي فاضي دي من ضمن بيت الله الحرام. فحطوا مقام سيدنا ابراهيم على اخر المساحه. خلي بالك، حطوا مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام على اخر المساحه. يعني المساحه الفاضيه اللي احنا بنشوفها بين المقام وبين الكعبه دي اللي هي حجر اسماعيل دي جزء من الكعبه. سيدنا عليه الصلاه والسلام يقول ان الصلاه في حجر اسماعيل زي الصلاه في الكعبه لان دي جزء من الكعبه. خلي بالك يا حبايبي، سبحان الله العظيم. خلي بالكم يا حبايبي. فعهد سيدنا عليه الصلاه والسلام ارادوا ان هم يعملوا توسعه للمطاف بالكعبه. فسيدنا عليه الصلاه والسلام نقل مقام ابراهيم. خلي بالك، نقل مقام ابراهيم عليه السلام. فبعد سيدنا عليه الصلاه والسلام، خلي بالك، بعد سيدنا عليه الصلاه والسلام ما رفع للرفيق الاعلى سبحانه، يعني بعد ما توفى عليه الصلاه والسلام، سيدنا عمر بن الخطاب ارادوا انه يوسع، كل سنه الحجاج بيزيدوا، فقال عايز ننقل الحجر تاني. خلي بالك،
الناس قالوا له احنا عايزين ايه؟ نقول له مقام ابراهيم تاني نوسعه. قال لهم لا ما ينفعش. ليه يا سيدنا؟ طب ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام نقله، قال لهم اللي نعمله الرسول عليه الصلاه والسلام غير اللي احنا نعمله، الرسول عليه الصلاه والسلام بياخد تعليمات من ربنا لكن الوحي اتغير. احنا عايزين نحط مقام ابراهيم في المكان اللي الرسول كان حاطه فيه. خلي بالك، مين فيكم يا جماعه يعرف الرسول عليه الصلاه والسلام كان حاطط مقام ابراهيم فين؟ فجيه واحد قال له انا نعرف يا امير المؤمنين المقام فين؟ قال له فين؟ قال له انا عندي حبل في البيت فيه عقد كنا بنقيسه بيه في ايام سيدنا عليه الصلاه والسلام من الكعبه لمقام ابراهيم ومن مقام ابراهيم لبيت زمزم. ما قالوش روح حاجه، قال له ابعت حد يجيبه عشان يتاكد انه صادق. ففعلا بعت واحد قال له روح قول للناس اللي في البيت عندي هاتوا الحبل اللي فيه عقد اللي احنا كنا بنقيس بيه المسافه بتاعه سبحان الله العظيم مقام ابراهيم. فلما جه الحبل تاكد فعلا سيدنا عمر ان الرجل ده كلامه صح، وحط وقاس المسافه من بيت زمزم للمقام ومن المقام للكعبه، وحط سبحان الله العظيم مقام ابراهيم في مكانه في مكان. جه بعد كده سبحان الله العظيم لما اراد العاهل السعودي الملك عبد العزيز رحمه الله عليه انه يوسع برضه المكان علشان خاطر الناس اللي بتطوف بيت الله الحرام، فقالوا ننقله مقام ابراهيم. خلي بالك يا حبايبي الكلام مهم. واستندوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نقل مقام ابراهيم لكن وقالوا برضه ان سيدنا عمر سابوا مكانه ما نقلوش. فقال لك الرسول نقله فيبقى معنى كده ان احنا ممكن ننقله. فطبعا هم كانوا متفقين على انهم ينزلوا مقام الخليل عليه السلام عشان يوسعوا المكان لان المكان معمول حواليه جدار كبير فكان بيعوق الناس اللي بتطوف ببيت الله الحرام. فكان ايامها الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه في السعوديه كان بيشتغل مدرس هناك في كليه الشريعه. فلما علم بالموضوع بعت تلغراف للملك السعودي قال له نقلان مقام ابراهيم من مكانه مخالف للشرع. فكان الراجل رجل فطن رحمه الله عليه الملك عبد العزيز. وطبعا بعد لجنه قعدت مع الشيخ الشعراوي ليه ما انتش موافق على ان احنا ننقل مقام ابراهيم؟ قال لهم يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام نقله واللي الرسول عليه الصلاه والسلام يعمله بتعليمات من ربنا لكن الوحي انقطع. ده سيدنا عمر ما قدرش ينقله من مكانه. بما ان سيدنا عمر ما قدرش ينقله من مكانه يبقى احنا كمان ما ينفعش ننقله من مكانه. المقام ده يتم زي ما طب يا سيدي ده فيه جدار كبير وبيعوق الناس اللي بتطوف. قال لهم ينحط المقام في قبه من الزجاج الناس كلها تشوفه. يبقى المكان صغير والناس كلها تشوفه. الناس ما تنحرمش ان هي تشوف مقام ابراهيم. دي شهرة الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. وفعلا الكلام اللي موجود حاليا في السعوديه مقام ابراهيم محطوط في قبه من الزجاج. دي تعليمات سيدنا الامام الشعراوي رحمه الله عليه للملك عبد العزيز واخذ برايه وهذا شرف لكل مصري سبحان الله العظيم. طيب يا حبايبي خلي بالك بعد كده سبحان الله العظيم حصل في عهد خلي بالكم بقى حصل في عهد عبد الله بن الزبير بن العوام رضوان الله عليه كان حصل ان زي ما بيقولوا كده طلعت شراره لما كان بحارب الحج وهو والحجاج بن يوسف الثقفي لما كان في حرب بينهم طلعت شراره ولعت في بيت الله الحرام. خلي بالك طلعت شراره كده ولعت في بيت الله الحرام. ده الكلام ده في عهد سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضوان الله عليه. فقالوا ايه؟ فقالوا نهدوا بيت الله الحرام ونبنوه تاني. خلي بالك فهدوه فعلا. سيدنا عبد الله ساعتها قال هنبنوه على الاساس اللي هو كان موجود الاول. الاساس اللي هو قبل اهل مكه ما يبنوه قبل البعث، الاساس الاولاني. قال اهل مكه ما كانش معاهم فلوس يبنوا لحد الاخر، احنا دلوقتي معانا فلوس نبنيه لحد الاخر. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول للسيده عائشه يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم.
لولا ان قومك يعني اهل مكه لسه ناس مسلمين جداد ومش هيفهموا اللي انا هنعمله، كنت هديت الكعبه وبنيتها على اخر مقام ابراهيم لحد مقام ابراهيم. سبحان الله. لكن سيدنا سابها عليه الصلاه والسلام. سيدنا عبد الله بن الزبير لما حصل حريق في الكعبه قال نبنيها بقى، نبنيها على قواعد، وبناها فعلا على قواعد ابراهيم عليه السلام. سبحان الله العظيم. فلما قتل عبد الله بن الزبير بن العوام رضوان الله عليه، الحجاج بن يوسف اشار على عبد الملك بن مروان، كان الخليفه في الوقت ده، قال له ايه راي حضرتك ان احنا نهد الكعبه ونرجعها على الوضع اللي كانت موجوده فيه ايام الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال له نفذ. خلي بالك الكلام ده حصل فعلا. قال له ايه رايك يا امير المؤمنين نهد الكعبه ونرجعها على الوضع اللي كانت فيه ايام سيدنا عليه الصلاه والسلام؟ قال له نفذ. فبناها الحجاج بن يوسف الثقفي على الوضع اللي كان موجود ايام سيدنا عليه الصلاه والسلام. خلي بالكم يا حبايبي، خلي بالكم ده تاريخ. فبناها على ايه؟ على ما كانت موجوده في عهد سيدنا عليه الصلاه والسلام، وحط مقام ابراهيم على نفس المساحه، وساب مكان اللي هو الحج اللي هو موجود حاليا. سبحان الله العظيم. خلي بالكم يا حبايبي. فالحجاج بن يوسف لما قال لسيدنا الخليفه عبد الملك بن مروان، قال له احنا عايزين نعيد بناء الكعبه، فسبحان الله العظيم ونرجعها على الوضع. قال وافق، قال له حدها يا عم ورجعها على المكان اللي كان موجود ايام عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. جه بعد كده في عهد الخليفه المهدي، جه الخليفه المهدي قال لك لا احنا عايزين نرجع الكعبه تاني على ايام عبد الله بن الزبير بن العوام. الكلام ده حصل فعلا، ده تاريخ يا اولاد. عايزين نهد الكعبه ونرجعوها تاني على عهد ايه؟ عبد الله بن الزبير بن العوام. فقالوا نشوروا على حد من العلماء، فشاروا على الامام مالك بن انس. الخليفه المهدي شار، ايه رايك يا امام مالك بن انس رضوان الله عليه، ايه رايك نهد الكعبه ونرجعها زي ما كانت في عهد عبد الله بن الزبير بن العوام؟ قال لهم يا جماعه كفايه بقى، ما ينفعش، سيبوها زي ما. ليه يا سيدنا؟ قال لهم عشان ما تبقاش لعبه في ايد الحكام. سيبوا بيت الله الحرام بقى زي ما هو كده، زي ما كان سيدنا موجود عليه الصلاه والسلام، ووصلتوه زي ما كان سيدنا عليه الصلاه والسلام موجود، سيبوه بقى زي ما حدش يلمسه تاني بقى. ومن التاريخ ده لحد النهارده الكعبه زي ما احنا شايفينها كده. طيب هنيجي بعد كده لكساء الكعبه. الكعبه طبعا بنشوف حواليها كسوه، الكسوه السوداء اللي هي مرصعه بالذهب اللي احنا بنشوفها دي. اول واحد كسى الكعبه كان من اليمن. خلي بالكم بقى، حضرتك بنتكلم في الناس اللي كست الكعبه، يعني عملت لها الكساء، يعني هو كانت مباني سبحان الله العظيم وما عليهاش كساء. جه واحد من اليمن قال عايزين نعمله كساء على الكعبه، يعني المطوبه يبقى شكلها حلو، بدل ما تبقى مباني بس كده، لا يبقى ايه؟ نحط عليها ايه؟ غطا، ويبقى الغطا دي مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها ادعيه زي ما هو موجود حاليا. سبحان الله العظيم. فاول واحد عمل كسوه للكعبه واحد من اليمن اسمه تبع الحميري، كان من حمير في اليمن. هتقول لي خلي بالك تبع دي في اليمن معناها الملك او الحاكم. خلي بالكم يا ولاد، خلي بالكم يا حبايبي، ده تاريخ. الملك او الحاكم في اليمن اسمه ايه؟ تبع. زي ما احنا عندنا في مصر هنا الحاكم اسمه الرئيس. خلي بالك الحاكم عندنا في مصر اسمه الرئيس. كان في اليمن في العهد اللي هو كان فيه الالقاب دي موجوده، كان عندنا في مصر اسمه الملك. كان الحاكم في مصر ايامها اسمه الملك، حضرتك الاسم اتغير بقى اسمه الرئيس. في العهد ديت كان في مصر اسمه الملك. في اليمن كان اسمه تبع، الحاكم في اليمن اسمه ايه؟ تبع. الحاكم في بلاد الفرس اسمه كسرى. خلي بالك، الحاكم في بلاد الفرس يا عم امين اسمه كسرى. في بلاد الروم اسمه قيصر او القيصر، يقال عليه قيصر الروم. يبقى في بلاد الروم الحاكم اسمه القيصر، في بلاد الفرس اسمه كسرى، في بلاد اليمن اسمه تبع، في مصر اسمه الملك او الرئيس.
فأول واحد عمل كسوة للكعبة كان من اليمن، وكان اسمه تبع الحميري. تبع هذا الرجل الصالح فعلا سبحان الله العظيم إنما الأعمال بالنيات. كان راجل حاكم، لكن كان حاكم صالح. مش كده وبس، ده كان بيسافر وكان بيقرأ في الكتب إن البلد اللي هي فيها نخل دي في بلاد الحجاز هيبقى فيها نبي، وإن في المكان اللي هو مكة دي فيه بيت لله الحرام، وكانت الناس بتحجه. خلي بالكم الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ما بعث الله نبي إلا وحج بيت الله الحرام، ما فيش نبي ربنا بعته إلا وحج. ويقال إن من مكان الحج لحد الكعبة مدفون 70 نبي. ده كلام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأزرق، بيقول إن من مقام إبراهيم لحد الكعبة مدفون 70 نبي. الأكيد فيهم إن اللي مدفون في المكان ده سيدنا إسماعيل وسيدنا هاجر عليهم السلام. سبحان الله العظيم. فتبع هذا الرجل الصالح جرى في الكتب إن المكان ده هو سبحان الله العظيم اللي هو المدينة المنورة هتبقى مهاجر نبي آخر الزمان. فعمل إيه تبع كان كل ما يسافر في السفريات بتاعته يحوض اشترى حتة أرض في المدينة وبنى فيها بيت وعملوا دورين. فبقولوا أنت بتبني هنا وأنت قاعد هنا؟ قال لهم أصلا أنا قريت في الكتب إن البلد ده هي هتبقى مهاجر نبي آخر الزمان وأنا عايز يسكن عنده. شايفين الناس اللي كانت بينه وبين ربنا عمار؟ وبنى البيت فعلا. ولما بعث سيدنا عليه الصلاة والسلام وبقى نبي وهاجر للمدينة، راح سبحان الله العظيم قاعد في البيت ده بعد 200 سنة من موت تبع اليمن. تخيل هو بنى البيت وبعد 200 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سكن في بيت. الراجل كان بنيه بالنية دي، بيقول أنا عايزه لما يهاجر ويجي هنا المدينة يسكن في بيت. علشان كده سيدنا عليه الصلاة والسلام لما هو مهاجر وكان راكب الناقة اللي هي القصواء وكل واحد عايز ياخد عشان يقعد عنده، قال لهم دعوها فإنها مأمورة، محدش يمسكها. هي مأمورة تنزل فين؟ هي مأمورة تقعد فين؟ المكان اللي هتقعد فيه سبحان الله العظيم هنسكن عندهم. سبحان الله العظيم. فوقفت سبحان الله العظيم عند البيت بتاع تبع اليمني، فقال لهم هنا المقام ان شاء الله. وفي الوقت ده كان البيت ده انباع لناس بعدها ناس، فكان ده بيت ابو ايوب الانصاري رضوان الله عليه، وكان بيت له دورين. سبحان الله العظيم انما الاعمال بالنيات. هذا الرجل الصالح اول من كسى الكعبه، يعني كسى الكعبه وبنى بيت قال نفس النبي بتاع اخر الزمان يسكن عنده. سبحان الله العظيم يسكن في بيت. ده اول واحد كسى الكعبه. سبحان الله العظيم. جه كسر الكعبة بعد كده قصي جد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال برضه ان هو كسر الكعبة. سبحان الله العظيم. ويقال ان السيدة زوجة عبد المطلب ابن هاشم ام سيدنا العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه اول واحدة ست كسرت الكعبة. يعني كان في ستات بتكسر الكعبة؟ ايوه، ستنا ام العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليها والسلام كسرت الكعبة. كسرت الكعبة ليه؟ يقال ان سيدنا العباس وهو صغير رضوان الله عليه ضاع منه، فندرت اذا العباس رجع هنكسر الكعبة على نفقته، فكسرت الكعبة. سبحان الله العظيم. ويمكن دي الست الوحيدة على مدار التاريخ اللي كسرت الكعبة. سبحان الله العظيم. اهل مكة كانوا بيكسروا الكعبة. سبحان الله العظيم. فقالوا ايه نتجمع كده قبائل كده ايه، وكل جماعة فينا زي ما بيقولوا كده نلم من بعضنا قرشين ونكسر الكعبة كل سنة. سبحان الله العظيم. فكان في واحد غني برضه في أهل مكة قال لهم يا جماعة أنتوا كلكم سنة وأنا علي سنة. سبحان الله العظيم. بعد وسيدنا عليه الصلاة والسلام كسى الكعبة عليه الصلاة والسلام وألبسها الكسوة اليمنية، كسوة حرير من اليمن ألبسها سيدنا عليه الصلاة والسلام. يعني تم عمل كساء للكعبة في عهد الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم والسلام وسيدنا علي. سيدنا عثمان أول واحد حط على الكعبة 2 من الكساء، يعني حط كسوتين على بعض. سبحان الله العظيم.
الكعبة لها مكان ومكانة عند الله وعند الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.